ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه. النهارده جايبه لكم القرص الطريه اللي بتنفع للفطار الصبح وبتنفع في العشاء بالليل. مكوناتها بسيطه وسهله ومفيهاش اي حاجه وبتطلع جميله. انا بس عملت النهارده 2 كيلو دقيق على كيلو الا ربع لبن مع شويه سمسم كده حمصتهم، وربع كيلو سمنه على زيت. وممكن بدل السمنة على زيت نعملهم سمنة كلها، بس انا بحب اضيف الزيت مع السمنة للقرص. طبعا احنا قدحناهم في طبق صاج كده وسبتها لما تبرد شوية، وبعدين رشيتها على الدقيق. في ناس بتقدح السمنة وهي لسه سخنة كده مقدوحة بيرشوها على الدقيق، بس انا بحب اسيبها شوية تهدى شوية وبعد كده ارشها على الدقيق. انا كده بقلب اهوت. نفضل نقلب في السمنة كده لغاية ما نحس ان الدقيق شربها. قلبت شوية بالمعلقة وبعد كده بقى نزلت بايدي. نفضل نقلب فيها كتير لغاية ما نحس ان الدقيق شربها كلها. طبعا احنا حطينا معلقة ملح كمان، ومعلقة كبيرة خميرة فورية او معلقة ونص بنحطها في كوباية مية دافية وشوية سكر، ونركنها بقى شوية لغاية في الاخر بنضيفها. يعني ما بحطش الخميرة في الاول، بحب احطها في الاخر. نفضل نقلب كده لغاية ما تشرب العجينة، تشرب اللبن شوية بشوية كده. بنفضي اللبن، ما بنحطش اللبن مرة واحدة، المفروض نحط اللبن شوية بشوية. واللبن بنخليه دافي، يعني اللبن نخليه دافي، نحط شوية بشوية في اللبن. كل ما العجينة تشرب الدقيق يشرب اللبن نحط غيره لغاية ما نحتاج بقى. بس انتوا لو تلاحظوا انا خليت العجينة لينة، انا بحب القرص الطرية. مشكلتي ان يعني لما باجي اعجن بدراع واحد، ما بعرفش اعمل بالايدين، بعمل بدراع واحد فبيتعبني. مين زي بقى فيكم بيعمل بايد واحدة؟ على فكرة العجن بايدين اتنين بيريح اكتر. وبيني وبينكم فكرة العجينة دي محبتهاش. بس ممكن اجربها يعني. كده العجينة لفت معانا اهيت. احنا طبعا لسه محطناش للخميرة. وانا طبعا بحتفظ بوش اللبن عندي، دايما بحتفظ بوش اللبن عندي بيعمل قشطة، بيبقى حلو قوي، بيتحط على المعجنات بيبقى طعمه بيدي طعم حلو. فهتلاقوني دلوقتي هحط شوية قشطة الاخر في كوباية كده محتفظة بيهم مع الخميرة. على فكرة القشطة اللي انا حطيتها الاخيرة دي ادت طعم جميل جدا للقرص وادت ريحة حلوة.
احنا حاطين اهوت القشطة اللي في الكوباية. لا احنا حطينا الخميرة وبعد كده حطينا القشطة، سيبناها بقى تخمر. خدت وقت معانا طبعا عشان التوقيت الشتوي بيبقى العجين بيغيب شوية عن الصيف، بيبقى الجو برد فالعجين بيغيب شوية. وهنبتدي نقطعها بقى كور صغيرة كده. هنبتدي نفردها بقى دواير كده، نفردها قد بعضها كده، وهنسيبها شوية لغاية ما ترتفع. وطبعا العجينة عشان لينة فانا اضطريت احط شوية دقيق، فما تقلقوش ابدا من الدقيق اللي بيبقى تحت العجينة علشان ما تلزقش منكم. لو جت لينة معاكم حطوا دقيق عادي، وبعد كده ما بيسيبش اثر لان العجينة بتشرب الدقيق. وانتي بتنفضي العجينة اصلا وانتي بتحطي القرصة بتنفضيها كده، بتشيلي منها الدقيق وتحطيها في الصاج، ما بيسيبش اي اثر. فما تقلقوش يعني من الدقيق اللي محطوط ده. لو تلاحظوا انها لينة بتفرد بسرعة معايا. هي القرصة الصبح كده بشوية شاي بحتة جبنة تحفة بصراحة. بالذات القرص لما بتبقى مخدومة وحاطة لها قشطة وكده فبتدي طعم، بيبقى طعمها